الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد المهندس عاطف الطرونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس النواب الأردني، أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات الدول العربية، السيدات والسادة النواب البرلمانيون، أصحاب السعادة، الوفود المشاركة المحترمون، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، يسرني في البداية أن أعرب لمعالي السيد المهندس عاطف الطرونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس النواب الأردني عن عميق الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم. وفي الانعقاد هذا المؤتمر الطارئ الذي ينعقد في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد المواقف والجهود لتمكين أشقائنا الفلسطينيين من نيل حقوقهم العادلة ودعم صمودهم. نلتقي اليوم وشعوبنا تعاني كثيرا من الصعوبات والتحديات، وبالأخص الشعب الفلسطيني، ومن أهمها ما يسمى صفقة القرن والاعتراف الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتهم فيها. فينبغي أن نكون عند مستوى طموحات شعوبنا التي تنتظر منا قرارات تحقق آمالهم وتؤكد على وحدة مصيرنا ومستقبلنا المشترك. فشعوبنا وخاصة الشعب الفلسطيني يستحقون منا العمل من أجلهم. الإخوة والأخوات، تمر قضية الفلسطينية بمنعطف خطير جراء استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد أرض وشعب فلسطين في محاولة لتكريس الأمر الواقع وتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن من أجل تصفية هذه القضية العادلة. فقضية فلسطين تختلف عن كل القضايا المستعمرات والكيانات العنصرية، وهي اقتلاع شعب من وطنه وإحلال شعب وكيان آخر في مكانه، وقد تم ذلك بالقوة والبطش والجرائم الجماعية. حدث هذا بعد احتلال فلسطين من قبل الاستعمار البريطاني وإعلانه وعد بلفور وارتكاب الصهاينة وبدعم من الدول الكبرى حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، بعد أن جردته بريطانيا من السلاح وتم تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني من أراضيهم. ولهذا فإن قضية فلسطين هي قضية تحرير الأرض للأرض وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وديارهم وأراضيهم التي أخرجوا منها. ونحن نجتمع في هذا الملتقى نؤكد إدانتنا واستنكارنا للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني الشقيق، ونؤكد موقفنا ونؤكد وقوفنا إلى جانبه، ونفخر به ونحتز بصموده وتضحياته وبطولاته لإفشال هذه المخططات التي لم تكن تستهدف فلسطين فحسب، بل تستهدف المنطقة كلها، مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير. ونحيي صمود هذا الشعب الأبي وهو يتصدى اليوم مشروع صفقة القرن المشؤوم، كما نؤكد أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على وقوف وجه الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده ووحدته وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف. أيها الإخوة والأخوات، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
مسؤولية تاريخية تشرفت الأردن بحملها نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية، وبإذن الله سيتواصل دور المملكة في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم وفي الوقوف بوجه محاولات التقسيم الزمني أو المكاني للمسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف. أصحاب المعالي والسعادة، الخلافات الطائفية والمذهبية في المنطقة هدفها إشغال الأمة عن قضاياها العادلة وأولها القضية الفلسطينية، وإن آثار الفرقة والحروب الأهلية والتناحر وتبديد الطاقات يهدد أيضا إلى إبقاء شعوب المنطقة متخلفة، حيث تظل غير قادرة على تحقيق التقدم في مختلف المجالات. كما أن التقريب بين المذاهب الإسلامية يقلل من حدة الخلافات في المنطقة. أيها الإخوة، ومن هنا لا بد من الوقوف بكل قوة وحزم لحماية الحقوق والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وإقناع المجتمع الدولي ضرورة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال والتمسك بالعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لتحقيق هذا الأهداف. وأن الشعب الفلسطيني رغم ما يحيط به من تحديات ومن اخطار استراتيجية مصمم على حماية القضية الفلسطينية وثوابت هذه القضية والتصدي لصفقة القرن مهما كانت التكاليف وبلغت التضحيات. وفي الختام فإنني أدعو الله عز وجل أن يبارك لنا في مجهوداتنا وأن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق. وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.